أنا بقول إن شاء الله نصلي سويا في أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مصر النبي محمد صلوات الله عليه وسلم ومهد سيدنا المسيح عليه السلام إن شاء الله. راجع مش مهزوم عن شعبي راح شيل هموم، شيل يا عمي وقف يا غيوم، مش راح ترجع زيد سموم، شيل يا عمي وقف يا غيوم، مش راح ترجع زيد سموم، ياسر وصالة وسيد وحدي يا أحبتي، المشوار بدي أذكركم من أيام ما كنت هنا في 67 و68 في أحراج قباطية، نسيتوا؟ في يعبد، نسيتوا؟ في اليامون، نسيتوا؟ في السيلة، نسيتوا؟ ما أنا بدي أذكركم. فاكرين لما كنتوا تتكرموا عليا وبتجيبوني آكل وأشرب من بيوتكم؟ الآن لما كنت أقابل واحد فيكم أقابله سرا، الآن نتقابل وجها لوجه لنصنع المستقبل الباسم الوضاح للشعب الفلسطيني، على الأرض الفلسطينية المحررة. يا اخواني، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الشعب الفلسطيني أعلن مدينة جنين محررة وعلى موعد مع الفجر الذي بدأ ينبثق من ستار الظلام. فجر الشعب الفلسطيني. وبقول يا جبل ما يهزك ريح، يا جبل ما يهزك ريح. وأناشدكم، لا بدي أخت ولا أخ يتخلف عن إدلاء بصوته في الانتخابات القادمة. أنا بدي هذه انتخابات الأولى للشعب الفلسطيني ومن أجل الشعب الفلسطيني وفي سبيل الشعب الفلسطيني ومن أجل الغد المشرق للدولة الفلسطينية راجع مش مهزوم عن شعبي راح شيل هموم، راجع مش مهزوم عن شعبي راح شيل هموم، شيل يا عم اختف يا غيوم، مش راح ترجع زيد سموم، شيل يا عم اختف يا غيوم، مش راح ترجع زيد سموم، ياسر وصانا وصية وحدي وطنية، ياسر وصانا وصية وطنية، وياسر وصانا وصية وحدي وطنية، ثورة حتى النصر، ثورة مش مهزوم عن شعبي
مش رح ترجع زيد سموم. شيل يا عم اختف يا غيوم مش رح ترجع زيد سموم. ياسر وصانا وصية وحدة وحدة وطنية، وياسر وصانا وصية وحدة وحدة وطنية. ثورة ثورة حتى النصر. ياسر وصانا وصية وحدة وحدة وطنية، وياسر وصانا وصية وحدة وحدة وطنية. ثورة ثورة حتى النصر. ثورة ثورة حتى النصر. يلا نغني للحرية. الله أكبر الله أكبر. الفرس اللي من حزنه وقع سالمنا عيونه الدمع. الفرس اللي من حزنه وقع سالمنا عيونه الدمع. كل لمع ولا شمع، كل لمع ولا شمع. ياسر فينا حينا مات، ياسر فينا حينا مات، ياسر فينا حينا مات. أقدس مكان مسيحي وإسلامي يصفوها في حريم في اللاتين وفي الكنيسة القديمة. أنا طالب المجتمع الدولي التحرك الفوري أمام هذا الجريمة التي لا يمكن السكوت عليها. ما بديش اتكلم على الانفجارات والحرائق اللي حصلت عندنا، لان مش فاهم. هذه جريمة، السكوت عليها جريمة، وانتم كصحفيين تسكتوا عليها، بتشتركوا في الجريمة. روحوا كلكم انشروا على العالم هذه الجريمة، لا تكلموني. اسمع الصحابة ما عادش يتحرك.